مساء الخير ومرحبا بكم ويا لايف ها. مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده. كيف عودناكم دائما انا والبارتنرز ديالي الاصدقاء ديالي اللي اكتسبتهم في هذا البزنس هذا. والحمد لله انا جد فخور وفرحان اليوم عاوتاني اننا حلقه جديده ان شاء الله، وغتكون معنا دردشه. الاستاذ يوسف هو ضيفنا ان شاء الله باذن الله. غنحاولوا نسولوه بعض الاسئله اللي كتعلق بهذا المشروع هذا اللي غير حياتنا كاملين، وغنفاجئوه ان شاء الله بواحد الاسئله اللي تكون زوينه، وكذلك باش انتم تستافدوا معنا ان شاء الله باذن الله. نعرف على نفسي، الناس اللي كيشوفوني في اول مره، الاسم ديالي الزراوي عبد النبي، اب ورب اسره ومقيم في بوسطن الحمد لله. وكذلك كنشتغل حاليا كليمو شوفور، وعندي ديجيتال بزنس اونلاين. اليوم ان شاء الله معايا الاخ عبد الله، سي ايوب، سي يوسف، سي عبد الرحيم ان شاء الله، وغنتكلموا على هذا المشروع هذا اللي هو مشروع رقمي. وحنا الحمد لله جزء من واحد المنظومه كبيره اللي هي مور ذان كوارتر مليون بزنس اونر اراوند ذا جلوب، وكنشتغلوا الحمد لله اونلاين بجانب الوظائف ديالنا. سي عبد الله، تفضل عرف على نفسك، وكذلك الكلمه لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوان أهلا وسهلا بكم. الاسم ديالي عبد الله النياري، مغربي مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، رب أسرة، أب ل3 أطفال، صاحب ديجيتال بيزنس أونلاين، وكذلك يعني كنشتغل في المجال التجاري. حتى أنا بدوري كنرحب بالسي يوسف، الشخص الجميل اللي كان حصل لي الشرف أني التقيت به في الإيفنت الأخير بميشيغان، اللي شفنا عن قرب وعرفناه وعرفنا الطيبوبه ديالو الله يحفظك والشغف ديالو لهذا البزنس. وقضينا ايام زوينه مع بعضنا. بغيت نغتنم هذه الفرصه ونسول سي يوسف. اول شيء، حنا راه ماشي كنديروا هنا اسئله، حنا كنحاولوا نديروا واحد الدردشه خفيفه مع بعضنا، منها المتتبعين ديالنا يتعرفوا علينا اكثر ويتعرفوا على السي يوسف. كيفاش كانت البدايه ديالك السي يوسف في هذا البزنس هذا، واشنو الحاجه الايجابيه والحاجه الزوينه اللي ضافت لك فيه باذن الله. تفضل سي يوسف، اهلا وسهلا. السلام عليكم وشكرا بزاف على الاستضافه. معكم يوسف من امريكا. حتى انا اب 3 الوليدات عندي الحمد لله. نهار كبير هذا، تشرفت بالحضور معكم. بارك الله. واش نقول لك صراحه، يعني الدافع ديالي ما كانش غير صراحه اول مره غير مادي باش دخلت لهذا البيزنس، حيت يعني انا صراحه كنت كنقلب على شي حاجه اللي تعطيني فرصه باش نطور راسي ان شاء الله ونزيد انا لقدام. وكنت باغي يعني نخرج من هذاك الروتين اليومي اللي كان عندي دائما، بالحكم كنت نخدم في الحلاقه مده تاع تقريبا 20 سنه. فبغيت نجرب حتى انا شي حاجه جديده ونتعلم شي حاجه جديده، واللي نقدر تفتح لي يعني كما نقولوا حنا ابواب وفرص اللي ما كنتش كنشوفها من قبل في حياتي. والحمد لله هذا البزنس يعني عجبني بزاف، لانه ما كيعتمدش على ضروري خاصني نكون قاري في هذا المجال او اللي عندي دبلومات او اللي عندي يعني خبره في هذا المجال. غير كان خاص يكون عندي شويه تاع استعداد باش حتى انا نقدر نتعلم ونخدم على راسي. وكنت كنشوف راسي عندي واحد الامكانيات اكثر من اللي كنت يعني نستعمل. يعني كنت كنشوف راسي نقدر ندير شي حاجه ما احسن من الخدمه ديالي. فهذا البيزنس الحمد لله يعني عطاني واحد البيئه اللي قدرت تخليني يعني كان نكتشف الامكانيات وكنقدر نطور من راسي مع الوقت. اخي يوسف، يعني باختصار وبعجاله كيف نقولوا، دائما كنرجعوا ندوروا في نفس الحلقه. يعني احنا دائما كنشاركوا مع بعضياتنا نفس الهاجس، نفس طريقه التفكير، نفس الاشياء اللي احنا اصلا هاجرنا على قبلها. بحكم العمل ديالك كذلك، لان كثير الناس كيفكروا بان الحلاقه هي واحد العمل اللي هو سهل وماشي ما كيتطلبش مجهود كبير، ولكن بطبيعه الحال حنا كنعرفوا الناس اللي كتعرف كثير على هذا المجال هذا بانه كتوقف بزاف، كتشتغل بيديك، وهذه ماشي شي حاجه سهله. القاسم المشترك بيناتنا هو ان كلنا جينا بواحد الحلم كبير، وللاسف اصطدمنا بواحد الواقع اللي هو مرير للاسف. ساعات طويله، انت مثلا يوسف كتوقف على رجليك نهار كله،
انا كذلك ملي كان عندي المطعم كنت كنشتغل ساعات طويله، لقيت راسي بانني ماشي كنشتغل في المطعم اللي هو البوس ديالي. هاد الاشياء كلها كنحاولوا دائما نلقاو حلول ليها. سي ايوب، عندك شي فكره على هادشي اللي كنتكلموا عليه؟ وممكن انت تشارك معنا التجربه ديالك ونسمعوا من عند الاستاذ يوسف. السلام عليكم. شكرا على سمعت الله. الاستضافه الدراري. كنشكر الاخ يوسف اللي حضر معنا اليوم ولبى لنا الدعوه ديالنا. نعرف بنفسي اولا، انا ايوب من مونريال، ساكن في كندا مونريال. وانا سائق شاحنه، كندير المسافات الطويله ما بين امريكا وكندا. و ميم طون انا عندي شركه رقميه اللي بديتها اون باراليل، والحمد لله عاجباني وكنطور فيها راسي وكنتعلم بزاف الحوايج. كل نهار كنتعلم حوايج جداد، ومع الكوميونيتي ديالنا تبارك الله، الناس اللي من ديفرنت باك جراوند اللي كتعلم منهم بزاف الحوايج. دونك ملي كتكون معك ايكيب ماشي بحال بوحدك في بيزنس، ملي كتكون معك ايكيب كتولي كتافونسي دغيا. حتى المورال ديالك الا كان طيح ولا هذا، يعني فاش كتكونيكتا مع التيم ديالك، مع الجروب، يعني مع الكوميونيتي كامله، يعني كتشحن عاوتاني من جديد. دونك هادشي اللي كاين، والحمد لله عاجبني هذا البيزنس هذا، و زعما حاجه ما ندمتش عليها صراحه. كنت عارف هذا البيزنس شحال هذه، كنت بديتو شحال هذه صراحه. السؤال اللي عندي بالنسبه للاخ يوسف، بالنسبه يعني كيفاش كتقدر توفق اخويا يوسف ما بين المجال ديال الحلاقه كم باربر شوب، يعني باربر، يعني كيفاش كتوفق ما بين العمل ديالك الاوفلاين مع الاونلاين؟ وصراحه بالنسبه لي انا هاد البيزنس هذا باش اكتشفته، كانت عندي واحد الفرصه، يعني ماشي غير مصدر دخل، لانني بالعكس لقيته بحال واحد المدرسه دخلت ليها وانا كبير. حسيت براجل رجعت تلميذ، فهمت عليا. بقيت كنتعلم كل نهار شي حاجه جديده، وكنكتشف امور ما كنتش كنشوفها من قبل. فالحمد لله هذا البيزنس يعني ماشي ضروري تخدم فيه النهار كامل، بما انني انا في الحلقه حتى كنسالي خدمتي وكنمشي لداري وكناخذ لي ساعه ولا ساعتين كافيه، لان كما تعرف الحمد لله كاين تداريب وكاين كل شيء، عندنا نظام واجد نتبعوه وكل شيء يفوت بخير وعلى خير وبخير وعلى خير. فهمت عليا؟ اكيد خويا يوسف. ومن من بين الاشياء اللي مهمه كثير الناس كتكون كتسائل على، حنت بزاف الناس ملي كتكلم معاهم كتلقاهم بانهم كلهم كيفكروا بانه باغي طريقه باش يبدا يدير دخل، يعني اكثر العائله ديالو، الاسره ديالو، باش يامن لعائلته، وفي نفس الوقت عنده تخوفات. هاد التخوفات من ضمن، كنظن انا شخصيا وكنظن حتى البارتنرز ديالي غادي يوافقوني الراي، بان من التخوفات ان الانسان ما عارفش بالضبط اش من مجال غيشتغل فيه، صحيح. كيفاش غيقدر يبدا يدير هذا المشروع اونلاين، كيفاش غيولي يدير دخل، اشنا هما لي زيتاب اللي خصو يدوز منهم، شنو خصو يتعلم، اشنا هما مثلا الكورسز اللي يقدر ياخذهم باش يولي يدير الادفرتايز. لان فاش كنتكلموا على مشروع اونلاين انت كتكلم على شي حاجه اللي يعني غتولي دير دخل من لا باز اللي ما عندكش اصلا انت. صحيح، لانني حتى انا يعني في الاول حسيت بواحد الخوف، لانني كعارف الانسان كيبدا شي حاجه جديده عليه، سي نورمال كيحس بواحد النوع ديال التردد او الخوف. وبقيت حتى انا كنسول الناس بزاف ونسول راسي واش نقدر ندير هذا النوع ديال البيزنس، واش هذا الشيء مناسب ليا، سبيشلي انا يعني كما تعرفوا الحلقه بعيد كل البعد على هذا المجال ديال التكنولوجيا ولا الكمبيوتر. كنت نقول مع راسي واش غادي ننجح فيه، يعني اسئله كبيره كانت تدور في عقلي. ولكن فهمت واحد الحاجه مهمه، ان الخوف ماشي هي العلامه باش توقف، بالعكس بالراس كيكون ديك هذيك الخوف واحد العلامه باللي راك خارج من واحد المنطقه ديال الراحه ديالك وتدخلك لواحد التجربه جديده اللي تقدر تكون مزيانه لك مستقبلا. هذاك الشيء علاش قررت نعطي واحد الفرصه لراسي ونتعلم حتى انا خطوه بخطوه، بدل ما نبقى غير كنشوف من البعيد وغير كنحلم. ومع الوقت راه الخوف بطبيعه الحال كيبقى ينقص، وكل ما وتبقى تزيد تفهم اكثر وكتكتسب واحد التجربه اكثر، والحمد لله الثقه كتزاد. من خلال الكلام ديالك خويا يوسف، دابا جاني واحد السؤال اللي كيف قلت، بحكم دابا حاليا انت كدير مشروع، انا مده تقريبا في هذا المجال هذا،
واش كتشوف راسك بانك كان ممكن تكون احسن لو درتيه بوحدك؟ يعني بلا المنتور ديالك، بلا الكوتش ديالك، بلا المسانده ديال الكوميونيتي، شنو الراي ديالك؟ لا، بحكم انني كما قلت لك انا في الخدمه ديالي بعيد على هذا الشيء نتاع الكمبيوتر والتكنولوجيا، وما كانش عندي خبره نهائيا. ضروري ان يكون واحد سميتو المنتور والكوتش اللي يقدر يمشي معك ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه، باش يوريك الطريق وتجيك سهله. وهذا الشيء الحمد لله اللي كيوفروه لنا في البيزنس ديالنا، الشركه ديالنا الحمد لله هذا الشيء عندنا موفر. يعني التدريب، الكوتش والمنتور دائما معاك، يتبعوا معاك الا كان خاصك شي حاجه، زائد الكوميونيتي ديالنا اللي كنديروا الزومات اسبوعيا. كنتعلموا منهم بزاف، مع دوك الناس اللي معنا تبارك الله في البيزنس اللي عندهم خبره طويله وناجحين في هذا البيزنس. اكيد خويا يوسف اكيد. سي عبد الرحيم، عندك شي سؤال؟ ما شاء الله عليك، شفناك ساكت اليوم. ياك اخويا كاين اخويا عبد النبي. شكرا الاصدقاء. انا جد سعيد خويا يوسف باش تكون معنا اليوم وتشاركنا فهمتي التجارب ديالك، وكنشكرك اخويا على قبول الدعوه. نعرف بنفسي، انا عبد الرحيم، مغربي الاصل، مقيم في كندا منذ 16 عام هذه، مقاول في مجال البناء، رب اسره. فوالا دونك السؤال ديالي لك اخويا، في هذا البيزنس كنشوفوا بزاف ديال الناس كيقول لك بانه عندهم المونتور والكوتش ديالهم. المونتور والكوتش واش عطاوك شي اضافه في هذا البيزنس؟ واش غير بداو معاك ويابخي مشاو، ولا اشرح لنا خويا بزاف على هذا المونتور والكوتش اشنو اللي كيديروا معاك؟ نعم بالعكس. باش اول مره دخلت انا في البيزنس كما تعرف، ما كنتش عارف اشنو غادي ندير اصلا. انا عجبني البيزنس، درستو وطلعت على الباكيج ديال البيزنس، وكان عندي واحد الشغف لانني كما عرفت بغيت نبدل حياتي من الحلاقه، ودائما واقف، راك عارف الوقوف صعيب من بعد 20 سنه. فالحمد لله باش دخلت معهم وقالوا لي راه كان واحد الوعد انه يكون معك منتور كوتش، زائد الكوميونيتي دائما يمشيو معك خطوه بخطوه. والحمد لله وفاو بالوعد ديالهم، ودائما لحد الان باقيين معايا. انا الحمد لله راني بقيت يعني اكثر من عامين وانا في البيزنس، دائما معنا، كنشوفهم اسبوعيا تقريبا اولموست كل يوم، وكيعطيونا واحد الدعم قوي. وزائد الكوميونيتي نتاعنا كنديروا الزومات اسبوعيا، وكنتعلموا من الناس اللي عندهم الخبره في المجال نتاعنا وناجحين، منهم مغاربه ومنهم جميع العرب وجميع مختلف يعني الجنسيات. صحيح. اكيد. خويا يوسف، الا سولتك واحد السؤال، دابا الا عطيناك هذا البزنس هذا جاهز كله كامل مكمول، ولكن ما عطيناكش كيف كنقولوا المانتور الكوتش، كتظن في نظرك كان ممكن توصل لهذه المراحل اللي وصلتي لهم؟ ولاش لا، الانسان الا يعني اول حاجه ينتكل على الله ويثق في راسو وتكون عنده الثقه يعني قويه، كما نقولوا، ويعمل، وتكون عنده الاراده، باغي يتعلم، وبطبيعه الحال ما رجعش للور، تكون الاستمراريه. علاش لا؟ راه الانسان غير يثق في راسو وان شاء الله ويتكل على الله ويخدم. لان علاش حنا عندنا في هذا البيزنس كما قلت، عندنا باكيج واجد، عندنا نظام وعندنا تداريب، وهذوك التداريب ساهلين تتبعهم يوميا، واحد الساعه ولا جوج سوايع، غادي يوصلوك لواحد المرحله زوينه بزاف، غادي تنجح في حياتك وتنجح في البيزنس ديالك. وعلاش لا؟ داكشي ساهل بزاف في البيزنس ديالنا، كلشي انا واجد. شخصيا خويا يوسف غنقول لك صراحه نشيرها معكم، انا بعض المرات كنلقى راسي بانني انا كان راسي كيبهر راسو. كيفاش يعني بصح، واقسم بالله غضحكوا على هذه الكلمه كيفاش طريقه كيفاش قلتها، ولكن يعني كنباهر بكم ديال المعلومات اللي ولات عندي اولا وقبل كل شيء، على الطريقه كيف وليت كنشتغل، الطريقه كيفاش كنفكر، على كيفاش وليت كنشوف الامور، ولا حتى مثلا هاد المهارات اللي اكتسبتها. الحمد لله. راه كلنا تقريبا جينا من السيم باك جراوند، يعني راه من العجينه لاصوص الادفرتايزين، راه يعني من بجانب الدخل المادي كاين واحد الجانب اللي هو بحال واحد الشمعه ديال العلم تفتحات قدامنا ما كناش كنشوفوها. صحيح. انا شخصيا كنت داخل في واحد السيستم مطحون، يعني لدرجه ما بقيتش كنتعلم حتى شي حاجه جديده، لان
كتمشي كتولي بعض المرات كدير شي حوايج بلا ما تفكر فيهم لدرجه انهم ولاو مملين، وهذا هو العكس ديال هادشي اللي كنعيشوه الحمد لله في هذا المشروع هذا. وكاين واحد تو النقطه تقدر تدخل يا اكيد خويا عبد الله، تقدر تدخل شي ميتينغ تعلم شي اشياء انت ما كان ما عمرك كان عندك صحيح. معرفه ولا اصلا مروا على الذهن ديالك بانك غادي تعرفهم. غير صحيح. تعرفهم صحيح. كتشوف غير الناس الناجحه واللي كبيره واللي عندها واحد المستوى عالي كيديروها، كتولي انا تقول صراحه كنت من الناس في البدايه يا ديالي ولي. كنت كنشوف سيدي يوسف عنده واحد الجرأه كيفاش كيهضر وكيفاش كيتكلم. انا ما نكذبش عليك، كنت راه ربما غادي يكون لحظه ما كنعرفو ما كيعرفنيش، كنت كنتابعو كنعلق ليه. وقلتها لي فاش التقيته بالمشرين، قلت ليه كيفاش هذه الجرأه، كيفاش يعني كيهضر بواحد الطلاقه، يعني سبحان الله. قال لي ما كانش عند هذا الشيء، قال لي ما كانش فيه يعني ما، ولا اكتسبته في هذا البزنس. صحيح والله قلبك تخير بين قلبك مثلا ولكن ما غلب الله. والله الا في البدايات ديالي كندير نعم سي فغي عبد الله، لان عندي واحد الحاجه اللي بغيت نقتسمها معكم، هي ان هذا البزنس دابا ماشي مساله ذكاء، هي الطريقه اللي خدينا بها هذا المشروع هي المبسطه والممنهجه. ملي كيكون عندك واحد ان بلان واضح، يعني كتمشي عليه، اي واحد حطيتيه فيه كيعطي. لهذا كتشوف تقريبا هذا الكم ديال راه 280 الف واحد تقريبا اللي في هذا المشروع، وكلهم الحمد لله لقاو واحد سهوله الاندماج لهذا المشروع. علاش؟ لانه فيه منهجيه اللي كتادابتا على اي واحد اللي عنده بار اكزومبل يعني شهادات عليا، واللي ما عندوش المتوسط، كيلقى الروح ديالو في هذاك البيزنس، غير كيدخل ليه كيفهم الكونسيبت وكيبدا فهمتي يخدم على راسو. هذا راه بحد ذاته راه شيء زعما عظيم يحسب لهذا المشروع. اكيد اخويا عبد الرحيم. اكيد خويا عبد الرحيم، هاد الحاجه اللي جيتي على الذكر ديالها حاليا، انت السي عبد الرحيم، سي ايوب، الكاميرا ديالكم نازلين، الاسماء ديالكم مغطين الوجوه ديالكم، الى ممكن شويه السي عبد الرحيم، سي ايوب، شويه الكاميرا باش بغيت نشوفكم مزيان. انا باغي نشوفكم واخا حنا ان شاء الله قريب نشوفوا بعضياتنا في كالجاري ان شاء الله باذن الله سبتمبر. It's gonna be a great event by the way guys. انتم كتشوفونا من خلف الشاشات، ان شاء الله غادي نجتمعوا كاملين في واحد الحدث اللي ان شاء الله غنكونوا ان بيرسون. وهذا الشيء الجميل في هذا المشروع هذا، يعني من الاونلاين كنوليو التقاو شخصيا، كنشيروا المعارف والمعرفه ديالنا مع بعضياتنا، كنتعرفوا على بعضياتنا شخصيا، مع العلم ان الحمد لله الجميل انك ملي كتشوف ملي شفت السي عبد الله اول مره واحد الاحساس صراحه هو فانكي شويه، لانني كنحس براسي انا كنعرف السي عبد الله مزيان، لان احنا اونلاين تقريبا كنشوفوا كل نهار، كنتكلموا كل نهار. ملي شفتو ان بيرسون كان واحد دفء، واحد اللقاء زوين بزاف، وراه درت عليه فيديو انا وياه في المطار. ان شاء الله باذن الله غتشوفونا مجموعين، ونتمنى باذن الله انكم حتى نتوما تنضموا لينا، لان هذا المشروع هذا كيف غير حياتي، حياه سي عبد الله، سي ايوب، سي عبد الرحيم، سي يوسف. انا اكيد ومتاكد بانك فقط الناس تعطي راسها فرصه انها تدرس تجرب، لان ما يمكنش حنايا سافرنا وضربنا هاد الكيلومترات كلهم وتغربنا، عملنا اكبر خطوه في حياتنا وهي الهجره من بلدنا الام البلد، لا لغه، ناس مختلفه، ثقافه مختلفه، وجينا والحمد لله ولقيتي راسك بانك درتي واحد لا باز، كونتي اسره، عندك شغل قار، كتساعد الاسره ديالك سميتو، ومع ذلك كتلقى راسك بانك باش تبني شي حاجه لراسك ليك ولوليداتك، واحد الليغاسي تخليها من وراك، كتبقى راسك لاصق وكتفكر. انا الشيء اللي صراحه لقيت راسي واستفدت منه الحمد لله، وكنت قريته في هذاك الكتاب ديال اللي كان كيتكلم على الماجيك. اول فكره كتجيني في راسي ديما كنحاول نطبقها، ما تفكرش جوج مرات. ملي كتعطي راسك مده انك تفكر وتعمق، ثق بيا اكيد العقل الباطن ديالك، لان احنا مخلوقين بهذه الطريقه هذه، العقل ديالنا دائما كيحاول يبروتيجينا من الاشياء اللي تقدر مثلا
تأدي تعيقنا به وتخوفنا. مثلا المسار ديالك، الاسره ديالك، الاشياء اللي كتخليك تحس براسك سيف سيكور. سو عقلك كيحاول يساعدك بانك ما توقعش في هذه الاشياء هذه، ولكن في نفس الوقت الافكار اللي كتشعل بحال البوله راه كتجي عندها غير ثواني معدوده. يا اما تاخذ الفكره وتطورها ودير منها واحد الريزولت، يا اما كتلقى راسك كدور في واحد الحلقه مفرغه. هذه هي الكلمه اللي غادي نقول. الاخوان شو عندكم شي اضافه؟ الاضافه هو كنشكر السي يوسف على هاد الاستضافه ديالو، القبول ديالو الدعوه. حتى انا بغيت نوصل واحد الفكره للناس اللي كيشوفونا، لا للتردد لا للخوف، راه ما خاسر حتى شي حاجه. الانسان يعني كما قال سيدي عبد النبي، ايوا تفكر مرات، اول وهله دير فيرست ستيب، الخطوه الاولى، كتشوف كل شيء بعويناتك وانت اللي كتقرر. باذن الله راه كاين واحد الكوميونيتي اللي هي كتساعد، عمرك ما غتكونش بوحدك، حنا دائما مع بعضنا بعض. كما كتشوفنا دابا راه هادشي اللي كاين، يعني ما كتحسش انك مثلا شي حاجه حابساك، شي حاجه كتحس بان كاين شي حد كيدفعك للامام. والانسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويتواصل مع اي واحد فينا ان شاء الله، وسنكون راه الاشاره باذن الله السميع العليم. ان شاء الله باذن الله. شكرا اخي عبد واحد الله. الكلمه يوسف. نقول أيوة، الا كان شي واحد كيقلب على واحد الفرصه اللي يطور من راسو ويبغى يتعلم مهارات جديده وباغي يتعرف على هذا البيزنس ولا على ناس اللي عندهم طموح واهداف، فنصيحه اعطيه واحد الفرصه لراسك وشوف مثلا هذا المجال، شوفه بعينيك. ما تبقاش غير يعني تصدق اي واحد يقول شي حاجه ولا يفرض عليك شي حاجه، لان وانت مازال ما فاهمش. فالانسان يبحث ويشوف ويحضر لقاءات ومن بعد ياخذ القرار، لان ما كاين حتى شي مجال مناسب للجميع بطبيعه الحال. ولكن كاين ناس بزاف اللي ما كانوش متوقعين يلقاو راسهم في هذا البيزنس هذا، ومن بعد ولا عندهم تاثير ايجابي على حياتهم وعلى المستقبل ديالهم ووليداتهم. اهم حاجه هي تكون عندك عقليه منفتحه واستعداد باش تتعلم وتجرب. اكيد صحيح. اخي يوسف، أكيد. انا اول خطره، انا شحال هذيك كنت كنشوف هذا البيزنس هذا كاين بزاف الناس كيطلعوا لي دي بوبليكاسيون في لي ريزو سوسيو. جيتي شويه سيبتيك، جيتي كوم ايزيتون، فهمتيني. وكنت كنشوف بزاف الناس جو باس ما فو، فهمتي، كنقول جو باس. انا الناس كيطلعوا هادو بزاف سي ترو، فهمتيني. صافي واحد الوقيته وليت في الخدمه ديالي، يعني وليت صافي بلوكي لواحد الخدمه، وليت محدود في واحد الدخل، في واحد الخدمه اللي كتكرر، يعني لي طاش كيتكرروا ديما، فهمتي. صافي واحد الوقت قلت اوكي نجرب، بوركوا با، فهمتي. انا ما خسرت حتى شي حاجه، نجرب نشوف هادشي اونلاين سي كوا. حيت انا كنت شحال هذيك باغي ندخل ندير شي حاجه اونلاين، والحمد لله فاش دخلت لقيت الدعم ولقيت الترينين اللي يعني ندير بواحد الطريقه احترافيه، ولقيت كوميونيتي كبيره اللي كنتعلم معاهم نهار على نهار. دونك الحمد لله. دونك او موان بعدا كتعلم شي حاجه في حياتك. هذا هو المهم. سي فري. اكيد خويا ايوب. اهم شيء كله من هذا الشيء كامل اللي تكلمنا عليه هو ما ننساوش. الله يخليك اي واحد كيشوفنا ما تنساش، لان التغيير ما كيجيش في ليله وضحاها. ما كنقولش لك مثلا غير حياتك اليوم، ولكن كنقول لك اعطي لنفسك فرصه انك تعرف اكثر. اعطي لنفسك فرصه انك تشوف واحد العالم وتتعرف عليه، اللي انا شخصيا وهاد الاخوان اللي معايا ما كانش عندنا اي فكره عليه نهائيا. واللي كيزيد دابا يزيد يعني الطين بله، هو ان حنا ولينا في واحد الموقف ان ضروري علينا يكون عندنا واحد البصمه اونلاين. شركات كبيره الاي اي حاليا خداو واحد المناصب، واحد جزء كبير من الشركات. صحيح. انا شخصيا في العمل ديالي اللي كندير دابا حاليا ديال ليمو، كنسمع محادثات، كنسمع ناس كتكلم على طريقه ديال الشغل وكيفاش ولات. شركات كبيره تخلات على واحد العدد كبير ديال العمال فقط لان الاي اي دخل. اما احسن تكون من الناس اللي من الاوائل اللي دخلوا الاونلاين ومدوا يديهم حتى هما باش ياخذوا رزقهم، ولا تكون اخر من يلتحق بالركب. الكره عندكم. على ذكر عبد النبي، على ذكر الاي اي، انا توصلت لواحد المعلومه جديده بالنسبه لهذا الاي اي هذا. عرفت واحد المعلومه على لابليكاسيون كلود دابا اللي غادي اللي خدا لا بلاص ديال تشات جي بي تي بواحد الطريقه سريعه بزاف.
ولا الكلود كتبروغراميه باش هو كيدير الخدمه في بلاصتك، يعني هو اللي كيتحدث مع الكلاينت ديالك. يعني انت ماشي مجبر تاخذ وقت وتريح قدام اللابتوب باش دير سويفي مع الكلاينت، هو اللي كيولي يدير لك السويفي مع الكلاينت. ايماجين صحيح. سبحان الله. اكيد علم يعني هذا. يعني انت المصاريف. تطور غريب. انت كتراني البيزنس ديالك، كتراني البيزنس ديالك وكتخليه يخدم ان ذا باك جراوند. صافي صحيح. تفوكس على الخدمه التراديشنال ديالك. حنا ما كنقولوش لكم تخرجوا من الخدمه، يعني هذا تبقى في الخدمه ديالك حتى يولي يعطيك هذا البيزنس اونلاين دخل كيساوي ولا كيفوت الدخل ديالك اللي كدير دابا في الاوفلاين بيزنس. ديك الساعه تقدر تخرج من البيزنس ديالك. نتفق. فعلا. دابا خدات واحد الحيز كبير فهمتي في الحياه ديالنا، نتمناو والله غير نعرفوا كيفاش نسيروها ونتكيفوا معها باش الامور تكون مزيانه ان شاء الله. هذا هو أكيد. شكرا اخوان على الحضور ديالكم، شكرا على الميتينغز دائما الرائعين بالحضور بالكلمات ما شاء الله عليكم. و جايز والله العظيم من القلب I get inspired all the time. انا منكم كنشوف كيفاش الحمد لله ان هذا المشروع هذا لمنا مع بعضنا الحمد لله. انا هذه الكوميونيتي الرائعه اللي كنشيروا المعرفه مع بعضياتنا، كنكبروا مع بعضياتنا. نجاح السي عبد الله من نجاحي، نجاح السي ايوب من نجاحي، السي عبد الرحيم، السي يوسف، لان احنا الحمد لله كلنا كنشتغلوا في نفس المجال، كلنا عندنا نفس التوجهات، وهذه حاجه اللي ما تلقاهاش في اي مشروع. صحيح. اكيد كيقولوا الحوانت مصافه والارزاق مختلفه، ولكن في هذا البزنس هذا الحمد لله حنا ايد وحده كنشتغلوا بنمط واحد، والسيستم اللي خدامين به حنا غتخدم به انت ان شاء الله وانت اللي كتشوفينا. نهاركم مبروك. اي سؤال تساؤل تواصلوا معنا، وان شاء الله غنكونوا جد سعيدين اننا نساعدكم ونوريكم خطوه بخطوه كيفاش حتى نتوما تولي ديروا ان شاء الله دخل اونلاين. وان شاء الله في واحد النهار غادي نكويتيو الجوب ديالنا. انا حاليا عندي الامنيه ديالي انني نكون مورجج فري ان شاء الله باذن الله، لان ما يمكنش نبقى نخلص الابناء كيديروا الفلوس على داري، ما يمكنش. انا مغاربه السلام عليكم، شكرا بزاف. السلام عليكم، شكرا. الله يسر. الله يسر. شكرا.